اليابان قبل الحرب العالمية الثانية كانوا نفس وضعنا، هم يعتقدون إنه إحنا وماكو منا والحضارة الغربية تاخذ من عندنا وأهل حضارة إلى آخره. لكن بعد سقوط القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي وخسارتهم الحرب، هنا وكأنه إجا واحد وضربهم على راسهم وقال لهم اصحوا، لأنه الوضع اليوم اختلف، أنتم عايشين بالماضي، العالم قاعد تمشي للمستقبل. اعترفوا بفشلكم، بالتالي اعترفوا بفشلهم وأخذوا من الحضارة الغربية واستفادوا من عندها وطوروا عليها، وأصبحت اليابان اليوم نعرفها إنه هي كوكب. الفيلسوف جون بول سارتر يقول: المثقف هو من يوسع دائرة الإيجابيات ويقلص دائرة السلبيات. هذا شنو يعني؟ هذا مو يعني إنه أني أكذب على نفسي وأقول إنه أني أبو حضارة بينما أنا اليوم الأوبرا أجيبها من الصين. هذا مو يعني إنه أني عايش بالزبالة وأقول إنه أنا عايش بجنة. لأ، ما يصير أنا أكذب على نفسي، لازم أعترف بالفشل، لازم أخرج السلبي وأطرحه للنقد من أجل إيجاد الحلول. وشكرًا.